خديتي خاتم الالماس ديالك وفي الاخر ما لقيتيهش كيبري مزيان. هادو ثلاثه د الحوايج اللي ما رديتيش ليهم البال قبل ما تشريه. الحاجه الاولى درجه نقاوه الالماس، اي لا كلارتي ديالو. الا خديتي اون كلارتي ديال اي 1 ولا اي 2 راه الديامون ما غاديش يكون كيبري مزيان. انا كنصحك تاخدي اقل حاجه هي اس اي 1 في لا كلارتي ديال الديامون اللي غادي تاخدي. ثاني حاجه لو سيرتي ديال لو ديامون، الا كان ديامون في ان سيرتي كلو يعني مسدود عليه دو ما غاديش يدخل مزيان لو ديامون، دونك ما غاديش يبانيتري مزيان، دونك ما غاديش ينعكس مزيان الضوء من الحجره. وانا كنصحك في هذه الحاله تاخدي ان سيرتي ا 4 غريف يعني 4 لي غريف او لا 6 غريف الا بغيتي تحافظي على الحجره ديالك وتبروتيجيها مزيان. ولكن هذا لو سيرتي كيخلي لا بريونس ديال الديامون كتبان مزيانه. والحاجه الاخرى واللي هي مهمه وهي طريقه تقطاع الحجره، يعني الكات ديال الديامون. وفاش تبغي ان سوليتير فيه حجره وحده كنصحك ما تاخديش قل من كات فيري جود، يعني تاخدي غير فيري جود ولا اكسلنت. قل منهم راه لا بريونس غادي تنقص بزاف لو ديامون اللي عندك، وهذا اكثر عامل كيأثر في اللمعان ديال الديامون ديالك.